لسه بتحتاري هتعملي فطار ايه لولادك ومش عارفة في المدرسة او فطار عادي او عشاء؟ دلوقتي هقولك انا جايبالك وصفة حلوة وجميلة وتشكيلة معجنات كده، وهتطلع معاكي مورقة وطرية من جوه وهشة، وهتوفري كتير واحسن من الجاهز مليون مرة. وزي ما انت شايفة قدامك كده اهو، كل حاجة قدامك بالتفصيل. خليكي بس معايا هقولك على كل حاجة وازاي عملتها كده. وطبعا انا هنا بفتح لك من كل نوع حاجة علشان تشوفي كلها، مفيش فرق، هي التشكيلة مختلفة بس كلها عجينة واحدة وطرية ومورقة. والحشوات طبعا براحتك زي ما تحبي، اي حشوة متوفرة عندك اعمليها، حابة تسيبيه سادة خالص مفيش مشكلة. بس الطريقة سهلة جدا والمقادير موفرة ومش هتاخد منك كتير. وممكن تعملي يعني ديت انا عاملة مقادير 2 كيلو، انا هكتب لك في صندوق الوصف مقادير الكيلو، وتعملي زي ما انت عايزه تضعفي تزودي الكميه تقللي زي ما تحبي. وكل حاجه هتبقى قدامك في الفيديو، كملي بس معايا للاخر وهتشوفي كل حاجه بالتفصيل. وزي ما انت شايفه كده اهو، كل نوع طالع مورق معاكي ومش مكتوم وطري، وتفضل معاكي طرية وهشة زي الافران بالظبط. خليكي معايا، هنبدأ مع بعض دلوقتي على طول ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هقولك النهارده على المكونات وبأسهل الامكانيات هتعملي الحاجات ديت والتشكيلات اللي انا وريتها لك دي. اول حاجه مع بعض على طول هنجيب كيس خميره، وهنجيب طبق فاضي اللي تحبي تعجني فيه، ونفضي كيس الخميرة كله زي ما انت شايفة كده. وزي ما قلتلك انا هكتبلك مقادير الكيلو في صندوق الوصف، عشان اللي انا عملتهم دول كانوا مقادير 2 كيلو. تمام. وعندي هنا معايا لبن على ميه، ولو في الشتاء بيكون دافي، لو في الصيف بتحطيه عادي. وحابه تحطي ميه بس ماشي، حابه تحطي كل لبن مفيش مشكله. بس هنا انا حاطه لبن على ميه، ومش هنزل بالكميه مره واحده، هنزل بشويه الاول، قيمه نص كوبايه كده عشان ادوب الخميره فيها وانشطها كده. وخلينا فاكرين زي ما اتفقنا ان لو هتعمليها في الشتاء بتبقى الحاجة دافية معاكي زي دمعة العين، عشان برضو ما تخليش الخميرة ايه، ما تخليهاش تشتغل، لا الحاجة الدافية خفيفة كده عشان الخميرة تنشط معاكي. وهنا ديت كوباية سكر، لو هتعملي كيلو هتحطي نص كوباية السكر. وهنبدأ نقلب كده مع بعض. تمام. وهنا كنت بقولك خلي بالك لو في الشتاء تعمليه دافية. تمام. اهو هنقلب كويس خالص كده، بتبدأ الخميرة تنشط. وهننزل بباقي المكونات. معايا هنا كيسين فانيليا اهو، واحدة واحدة وخليكي معايا عشان تشوفي الخطوات بالتفصيل. ودول معلقتين لبن بودر، اي نوع متوفر عندك، ما عندكيش مش مشكلة خالص، مفيش مشكلة. احنا بس بنحاول نديله قيمة غذائية عن اللي بتجيبيه من بره، لان طبعا انت هتعمليه في بيتك فعايزة حاجة مغذية ومفيدة للاطفال. وسهل عليكي لو في المدارس هتحط لهم في اللانش بوكس، لو حتى طالعه رحله، لو في العشاء محتاره وعايزه تعملي لهم حاجه جديده وكده، ممكن بنص كيلو دقيق تقومي تعمليه على طول. هنا بقى دي كوبايه زي ما انت شايفه كده سمنه على زيت، حابه تحطيها زيت بس ماشي، سمنه بس ماشي اللي تحبيه. بس هنا انا حطاها سمنه على زيت. وطبعا زي ما قلنا لو هتعملي كيلو هيبقى نص كوبايه سمنه على زيت. وطبعا السمنة بتبقى بدرجة حرارة الغرفة او المطبخ عشان تدوم معاكي على طول كده زي ما انت شايفة. تمام. اهو بعد كده بقى هنزل بباقي المادة السائلة. وزي ما احنا اتفقنا طول ما احنا بنعجن اي حاجة ما ننزلش بالمية او اللبن، ايا كان نوع المادة السائلة اللي هتعجني بيها ما تنزليش بيها مرة واحدة. هنا بقى دول كانوا 2 كيلو دقيق هنزل بيهم. وبعد كده بقى ايه، هشيل خالص المضرب وابدا اتحكم بايدي في العجينه عشان اشوف عايزه ميه تاني ولا لا. اهو تمام. هعجن بقى بايدي كده، وطبعا هحتاج تاني ماده سائله. هنا بقى قبل ما هحط واعجن هحط معلقه بيكنج باودر كده عليه عشان تخليهولي هش كده وطري من جوه. تمام.
وهبدأ بقى بايدي كده اعجن. لو عندك عجان مفيش اي مشكلة، ممكن تحطي المكونات كلها في العجان وهتعجيني فيه، هيعملها لك على طول وهتبقى سهلة برضو. ما عندكيش هنعجن خالص بمنتهى السهولة زي ما انا عاملة كده اهو. طبعا بقلب، فهلاقي معايا ان انا هنا محتاجة تاني ازود، فهحط باقي الكمية، وبعد كده لو احتاجت هجيب تاني اهو. زي ما انا قلتلك ديت مية على لبن. انا بعد كده هحتاج، مش شرط ان انا احط لبن، لا، جبت مية عادي وحطيتها، بس هحافظ على العجينة بحيث ان انا احط اول باول علشان ما بس سايله مني قوي بعد كده ما تعرفيش تتحكمي فيها. هنا هو كنت محتاجة تاني، بحط شوية بشوية وهعجن. وبعد كده بقى بعد ما الم العجينة خالص هبدأ انزلها على الرخامة وهختمها كويس جدا. طول ما انت بتختميها كويس وبتديها حقها بتطلع معاكي النتيجة كويسة. طبعا عشان اعرف اتحكم كويس فيها بنزلها على الرخامه، وبتبقي منضفه الرخامه جدا ومسحاها ومنضفاها كويس قوي. وبعد كده بتبداي تعجني كده اهو، تبقى سهله معاكي وتفضلي بقى تعملي كده لحد ما يبقى ملمسها طري خالص وما تقطعش معاكي ولا اي حاجه. هختمها كويس بقى، وبعد كده هحط فيها، هنجيب حته قطعه زبده كده برضو زي ما احنا متفقين بدرجه حراره الغرفه. بس قبل ما اعمل لازم اختمها كويس الاول. هنا كنت بوريكي العجينه اهو ما شاء الله لمت اهي وطريه. هبدا بعد كده بقى اجيب معايا قطعه الزبده وهفتح العجينه كده وهحط احطها جواها، وهبدا تاني اعجنها تاني واختمها. اول ما تعمليها هتحسي ان هي بتقطع منك، وطبعا ما تقلقيش خالص، ديت هتروح كل ده هيلم مع بعضه، هتبدأ تشرب منك السمنة وهتنعدل وهتختم معاكي وهتبقى طرية. وهقولك تختبريها دلوقتي ازاي، خليكي بس معايا. ولو انت وصلت لحد هنا في القناة لسه جديدة وما تعرفينيش، انا رانيا ودي قناتي بقدم فيها وصفات سهلة وبسيطة على قد الايد. يا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت معايا في القناة ما تبخليش عليا بلايك وتقولي لي رأيك في الكومنتات. وان شاء الله كل سنة وانتم طيبين كده. هنقدم وصفات سهلة وبسيطة على رمضان وجديدة برضه واقتصادية وعلى قد الايد اهو. هنا كنت بوريك المرحلة دي قطعت كده وخالص، لا ما تقوليش بقى كده ان هي باظت ولا اي حاجة خالص، لا ما فيش مشكلة ما تقلقيش، هتلم معاكي. بس هي محتاجة صبر بس في العجن، وهتلم معاكي وهتبقى زي الفل دلوقتي اهو. هنا خلاص اهي زي ما انت شايفة اتشربت كل السمنة ومفيش اي حاجة خالص. هتعرفي ان هي خلاص لمت وبقت كويسة ازاي. بتجيبي حتة كده وتكوريها وتفرديها، ما بتقطعش منك ولا اي حاجة، تبقى هي كده خلاص زي الفل ما شاء الله عليها. طبعا بتسيبيها تخمر بقى. لو انت في الشتاء بتخمريها ازاي عشان تخليها تبقى سريعة في التخمير؟ بتدفي الفرن وتطفيه وتحطيها في الفرن وتغطي عليها علشان ايه؟ تدفي لها الجو كده، بحيث ان الشتاء طبعا بيبقى الجو ساقعة فبتاخد وقت معايا، اما لو في الصيف مش هتاخد وقت في التخمير وهتخمر على طول. بجيب بقى طبق فاضي وبحط كده في ارضيته رشة زيت بسيطة، واحط العجينة واغطيها كويس قوي واسيبها بقى تخمر براحتها خالص، عشان تبقى كل ما بتخمر كويس وبتاخد حقها بتريح معاكي كده وانتي بتفرديها. هسيبها بقى تخمر ونرجع نكمل فيها الخطوات الباقية بقى، واوريكي ازاي تشكليها وباشكال مختلفة. ولو مش عاجبك التشكيلة دي وعندك افكار تانية للتشكيلة مفيش اي مشكلة، المهم ان انتي عجنتيها بنفس الطريقة وخلاص. هنا بقى بعد ما خمرت بطلعها، اطلع الهواء اللي فيها وانزلها قدامي كده، وهبدا اخد بقى واشكل زي ما انا عايزه. وطبعا في المرحله دي انتي يعني في وقت التخمير على ما بتخمر وكده بتكوني انتي جهزتي الحشوات بتاعتك، تشوفي هتعملي ايه وتجهزيه عشان تبقى كل حاجه جنبك اول ما بتخمر بتشتغلي على طول. هنا انا هبدا اقطع كده حته بالسكينه، واول حاجه هشكلها تشكيله اللي هي الكروسون، اللي هو المولت الصغير كده زي ما بيجيبوه من بره. الاولاد بتفرح بالاشكال ديت وتخلون كده يحبوا ياكلوها وبيبقوا فرحانين بيها. تمام. هنا هبدأ افردها كده بالنشابة
ومش بحط ولا زيت ولا دقيق ولا اي حاجة على الرخامة. هي عشان مرتاحة كويس في التخمير واخدة حقها معايا، مش بتمسك ولا بتلزق في الرخامة ولا اي حاجة. اهو بفردها كويس وزي ما احنا متفقين احنا محضرين الحشو. انا هنا محضره الحشو بتاعي على حسب ما اولادي طلبوا مني. عندي لانشون ومحضره جبنه ومحضره نوتيلا. تمام. هبدا اسويها كده بالسكينه من الاطراف عشان اعرف اشكلها كويس اهو. وزي ما احنا اتفقنا، مش حابة تعمليها بالشكل ده، اعملي بالشكل اللي يريحك والمناسب ليكي. بس احنا بنتعلم من بعض، بندي لبعض افكار مش اكتر. طبعا انا عارفة ان في اساتذة كتير يعني في المعجنات وعلى راسي، بس كل واحد في ناس تانية لسه مبتدئة لسه عايزة تعرف افكار كده، فممكن الفيديو بتاعي ده يجي قدامها بالصدفة فتعجبها الوصفة وتعملها. تمام اهو. هنا بعد ما ظبطتها من الجناب ببدأ بالسكينة كده وهعملها مثلثات عشان تديني شكل الكروسون اهو. تمام. هبدأ بقى اشيل مثلث مثلث كده وافرده كويس واحشيه اهو. اول حشوة هنا انا هعملها معايا اهوت اللانشون. زي ما قلتلك انا هحط لانشون وجبنة ونوتيلا، وفي ناس بتحبها سادة خالص مفيش اي مشكلة، تبقى برضو طعمها حلو وجميل اهو. اظبط بس الفردة بتاعتها كده، افردها كويس كده عشان وانا بلفها تطلع معايا كويسة. طبعا سر الترويقة بتاعتها بقى ايه؟ اللي هي بتبقى مورقة كده ازاي؟ طبعا بتلفيها كذا مرة وبتبقي مديها حقها في التخمير وفي العجن، وبتحطي بتحطي الحشوة كده وتلفيها، بتطلع معاكي. كل دي عوامل بتساعدها ان هي تورق وتطلع معاكي زي ما بتجيبيها من بره بالظبط. طبعا دي عمايل ايدك وحاجة نظيفة وبتبقي عارفة انتي بتعملي ايه، وكل حاجة قدامك اهو اه. تمام. وهبدأ ألفها كده اهو. أهم حاجة أول ما بتحطي الحشوة بتضغطي كويس عشان الحشوة ما تطلعش معاكي إما بتدخل الفرن. تمام. هعمل كمان واحدة، يعني كل نوع من اللي أنا عاملاه هعمل قدامكم منه 2 عشان تشوفيها كويس اهو. فردوا بس كويس وبتبدأي تظبطي كل حاجة مفيش مشكلة، وبعد كده بتحطي الحشوة بتاعتك. هنا هحط حتة جبنة اهو. بس اهم حاجه اول لفه دي اضغطي عليها كويس علشان ما في الفرن ما تطلعش الحشوه بره العجينه وتبهدلك الدنيا. تمام اه. طبعا هنا بتبقي محضره برضو صينيه، مش بتحطي في ارضيتها اي حاجه ولا بتدهنيها اي حاجه، بتحطي على طول كده في الصينيه وترصي على طول اهو. هخلص بقى تشكيلة، هعمل صينية بالشكل ده. وهنا اهو بوريكي دي الصينية اهي، ما حطيتش في ارضيتها اي حاجة. هعمل بقى ايه تشكيلة تانية اهو. برضو فردتها قدامك وهبدأ برضو بالسكينة وهقطعها كده اهو. سهلة خالص ازاي وشايفة وبتتفرد بسرعة، وممكن تفردها بايدك مش بالنشابة عشان هي مرتاحة كويس اهو. ونبدأ برضو ناخد زي ما انت شايفة كده مثلث مثلث ونعمله بنفس الخطوات ونحطه في الصينية اهو. برضو انا حبيت اجيبها لك قدامك من الناحية دي كده عشان تشوفي الطريقة اكتر بوضوح، وتلفي كده كام لفة تديكي التوريقة بتاعتها. تمام كده. هكمل بقى الصينية دي كلها. هنا بقى هنعمل برضو شكل تاني اللي هو زي الباتيه كده. هنعمل الباتيه برضو بتساوي العجينة بالسكينة من الجناب. دي اشكال بسيطة كده وحاجات مختلفة وافكار مختلفة بتخليكي تعملي اشكال حلوة وسهلة برضو وبسيطة اهو. نسويها ونقسمها نصين، وزي ما اتفقنا برضو الحشوة دي بتاعتك. انا دي هحشيها شوكولاتة، فحبيت اميز ان انا اعمل كل حاجة بشكل. هبدأ الاول كده
بفرشة كده وهدهن ارضيتها زبدة عشان تبقى مورقة معايا كده وتبقى طعمها جميل اهو. وهحشيها شوكولاتة اهو، تفرديها كويس اهو. معلش هنا بس كنت بوضحها تاني. بالفرشة كده وبتدهنيها زبدة وتبداي تحطي الحشوة بتاعتك وتلفي. اول ضغطة دي بتبقى لازم نركز عليها كويس، لان هي اللي بتخلي الحشوة ما تخرجش بره. زي ما انت شايفة كده تضغطي جامد وتلفي، تبدأ تورق معاكي. الكام لفة اللي بتلفها دي بتخليها تورق معاكي وتبقى طرية من جوه زي بتاع الافران بالظبط. بتقفلي كويس وتبدأي زي ما احنا اتفقنا بنحط في الصينية عادي وما بندهنهاش اي حاجة. هنا برضو نفس الطريقة اهي، ندهن ارضيتها بالزبدة اهي، ونحط الحشوة بتاعتنا ونقفل ونص في الصينية. وملحوظة يا جماعة كده واحنا بنص في الصينية اي حشو اي معجنات لازم تسيبي لها مساحة بين الواحدة والتانية، علشان لما بتخمر بيتضاعف حجمها وبترجع تاني تخمر في الفرن تاني. فعشان ما تشيليهاش تيجي تشيليها تلاقيها ماسكة ببعضها وتضيع شكلها وما تبقاش وحشة تمام وما تبقاش حلوة. هنا اهوت هنبدأ برضو نقفل كويس ونلف بنفس الطريقة وتطلع معاكي طعمها جميل وتحفة. هنا بقى انا بعد ما خلصت الصينية كرواسون والصينية باتيه حبيت اعمل حتة فاضلة من العجينة بشكل تاني برضو هتشوفوها معاكم دلوقتي اهي. هنا كورتها وغطيتها وهاخد اول كورة بدأت فيها وهفردها برضو بالنشابة كده، وبطريقة سهلة بتتفرد معايا اهي بسهولة اهي. يا بنت لو انت بقى وصلتي لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد اهو. بعد ما فردتها كويس يعني سمكها بيبقى حوالي نص سنتي مش حاجة يعني متتخنيهاش قوي. هنبدأ بسكينة كده ونيجي من الاول ونعمل بالسكينة كده خطوط كده، وهنيجي من الحرف التاني ونحط الحشوة بتاعتنا. هوريها لك دلوقتي، الكاميرا بس كانت طلعت شوية اهو. هنا هبدأ احط الحشوة الجبنة وبرضو نفس الطريقة هضغط كويس من البداية وهلف كده. الخطوط اللي انا عملتها بالسكينة دي بقى بتديها شكل حلو، لما بتستوي بتبقى شكلها حلو برضو اهي. برضو هعمل معاكي واحدة تانية. هبدأ اخد برضو كورة، هاخد من اول الكور اللي انا اشتغلتها في الاول برضو فردتها بالنشابة، وهبدأ بالسكينة فتحات كده خطوط كده زي ما انت شايفة. احط الحشوة بتاعتي نفس الطريقة بالظبط اهي، ونلف كويس ونضغط ونلف. مفيش اسهل من كده خالص، اشكال كلها سهلة وبسيطة وزي اللي بنعملها بنجيبها من بره واحسن كمان. هنحط برضه اهو، حطيت حشوة مختلفة. هنا حطيت لانشون، اضغطي وتلفي تمام. نعمل الكمية كلها كده بقى. هنبدأ بقى نحط كله في الصينية كده. خلاص خلصت، ودي الكمية اللي طلعت معايا من ال2 كيلو. طبعا انتي عايزة تقللي عن كده وتعملي كيلو تعملي نص زي ما تحبي الكمية اللي تحبي تعمليها. وانا هنا عملت دول ال3 اشكال. بعد كده بقى هبدأ اغطيها تاني واسيبها تخمر، وبعد ما تخمر هبدأ معايا كده بشوية لبن وبالفرشة هعمل على وشها كده بالراحة بس عشان ما يشيلش التخمير منها. حابة تعملي صفار بيضة على شوية لبن مفيش اي مشكلة. شوية لبن على معلقة نسكافيه مفيش مشكلة زي ما تحبي. بس ده كانت ربع كوباية لبن كده وخلاص، ما حطيتش حاجة تاني. وبعد كده بقى هبدأ ادخلها الفرن اهو. بس هنا عشان الفرن ما كانش واخد كله مع بعضه فحطيت صينيه صينيه زي ما انت شايفه كده. وبعد ما تستوي بقى هخرجها اهي. دي ما شاء الله الكميه اللي طلعت معايا، وهوريكي دلوقتي قد ايه من جوه طريه ومورقه وهشه ومش مكتومه ولا اي حاجه، وطعمها كانت زي العسل اهي. طبعا احسن من اللي جاهز بكتير. تحطيها لاولادك كده في المدارس الصبح اهي، وتوفري عليكي مجهود ووقت طبعا.
شايفة ما شاء الله هشة وطرية، والحشوة من جوه اهي لا مكتومة ولا اي حاجة اهي ما شاء الله. وحبيت افتح لك من كل نوع واحدة عشان تشوفي يعني مش بتفرق في الشكل في حاجة، هي نفس التوريقة اللي فيها ونفس الطريان ومفيش اي حاجة ولا مكتومة اهو. هفتح برضو شكل تاني من اللي هو شكل البتيه اللي كان محشي شوكولاتة. معلش يا جماعة استحملوني شوية عشان اوريكي بس قد ايه مدى شكلها وطراوتها وكل حاجة فيها بالتفصيل، عشان تعرفي يعني لو انتي هتقومي جوه تجربيها تبقي مقتنعة صح ان هي هتطلع معاكي كويسة. بس اهم حاجة تطبقي الخطوات كويس، وخصوصا في العجن عشان تديها اللي انتي شايفاه التوريقة والهشاشان والطراوة اللي فيها دي اهو. طبعا بعد ما بتطلع في بالفرن كده ببخاخة كده بسيطة بتبخي على وشها بخة مية كده رشة مية وتغطيها وتسيبيها شوية عشان تفضل معاكي طرية اللي بعد كده. ده الحشوة التانية اللي هي الكروسون حشياها باللانشون برضو مورقة ومفيش اي مشكلة كده زي ما انتوا شايفين. وبكده خلاص دي الكمية اللي طلعت معايا. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. استنوني بقى بوصفة جديدة سهلة وبسيطة وعلى قد الايد، واشوفكم على خير ومع السلامة.